بعد ما اتكلمنا عن انواع حشوات الاسنان هنتكلم عن حاجة تانية وهي انواع تركيبات الاسنان. بس قبل ما اتكلم على انواع تركيبات الاسنان عايزك تبقى عارف ان التركيبات دي بنعملها يا اما ان احنا نعوض سن او ضرس مفقود، او ان احنا بنغطي بيها ضرس موجود بس الضرس ده كان متهدم فبنحميه ونغطيه عشان ما نخسرش الضرس نفسه. بس قبل ما اتكلم على التركيبات خلينا نتكلم على الاسباب اللي ممكن تخلينا نضطر ان احنا نخلع ضرس من ضروسنا وبعدها نضطر ان احنا نعوضه بتركيبه. خلينا متفقين في الاول كده ان احنا لازم نحافظ على الاسنان الطبيعيه قدر الامكان، واصلا طب الاسنان موجود بكل فروعه عشان نحافظ على الاسنان الطبيعيه قدر المستطاع ونخلي الخلع ده حل اخير دايما. طب يا دكتور ده معناه ان احنا ممكن نستغنى عن الخلع؟ للاسف ده ما بيحصلش، لان احيانا الاسنان او الضرس بيوصل لمرحله متقدمه بيخليه غير قابل للعلاج، واي معالجه ليه بتكون تكلفه على الفاضي وما بتنجحش وبتفشل للاسف. اول سبب من الاسباب دي ان التسوس يهاجم السن او الضرس من كل جدرانه، ووقتها بعد ما بننظف التسوس بيكون الجزء السليم او المتبقي من الضرس جزء ضعيف جدا غير قابل للعلاج، وقتها بنضطر نخلعه. تاني سبب من الاسباب ان التسوس يكون عميق واصل الجدر، او ان هو يكون واصل التسوس تحت مستوى اللثه، وفي الحاله دي للاسف العلاج ما بينجحش وبنضطر ان احنا نخلع الضرس. برضه من ضمن الاسباب ان يحصل كسر او شرخ في احد الضروس او الاسنان، وقتها للاسف بنضطر نخلعه. بس انت يا دكتور قبل كده قلت لو حد خد تروما او خبطه في اسنانه والسن وقع ممكن يرجعه تاني عن طبيب الاسنان. ده صحيح بس بشرط ان الضرس او السن ما ينفصلش عن الجدر. اما لو حصل ان الجدر انفصل عن السن او حصل شرخ طولي ممتد للجدر وقتها للاسف بنضطر نخلعه لان دي حاجه غير قابله للعلاج. برضه من ضمن الاسباب لو عملت معالجه عصب بس مش بالصوره الصحيحه واضطريت بعد كده تعمل اعاده معالجه مره ثانيه وبرضه ما كانتش بالطريقه المثاليه، تكرار اعاده المعالجه للاسف احيانا بيخلينا نضطر نخلع الضرس. برضه من ضمن الاسباب ان يحصل التهاب في اللثه مزمن وما يتعالجش بالصوره الصحيحه. تكرار التهاب اللثه او يحصل خراج في اللثه بصوره متكرره ده بيضعف الانسجه الداعمه للسن او الضرس ده، والاربطه الداعمه للسن ده بتبدا تتمزق ويبدا السن يتلخلخ بصوره جامده، وقتها برضه بنضطر نخلعه. برضه من ضمن الاسباب لو حصل انحسار وتراجع للثه والعظم، وده بيحصل بصوره كبيره مع مرضى السكر اللي عندهم مستويات السكر غير منتظمه او مع المدخنين وما يتعالجش من الاول بالصوره الصح، للاسف الانسجه برضه بتبدا تتمزق والاربطه الداعمه للسن، ووقتها السن بيبدا يتلخلخ بصوره قويه، وقتها بنضطر نخلعه. من ضمن الاسباب برضه ان يكون الشخص عنده الاسنان مزدحمه ومتراكبه جنب بعضها، وقتها بنضطر ان احنا نخلع سن من الاسنان الخلفيه اللي بعد الناب عشان ندي مساحه للتقويم عشان يرص الاسنان جنب بعضها بالصوره الصحيحه. بعد ما عرفنا كل الاسباب اللي بتضطرنا ان احنا نخلع حاجه من ضروسنا او من اسناننا، يا ترى هل لازم اعمل تركيبه بعدها مباشره او لا؟ وايه انواع التركيبات المتاحه؟ كل ده هتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو المره الجايه.